لو ابنك مطلع عينك ومكسر لك البيت كله ومش عارفه تقعديه ازاي في البيت، الفيديو ده علشانك. اول حاجه هتعمليها هي الرياضه اليوميه. يعني لازم طفلك يكون بيلعب رياضه حركيه ويطلع فيها طاقته، زي نط الحبل، زي الالعاب الرياضيه القتاليه، زي الكاراتيه، زي كره القدم، اي لعبه جماعيه، اي لعبه فيها حركه، سباحه وخلافه. يعني اي لعبه في مقدورك انك طفلك يلعبها، لعبها له عشان يخرج طاقته فيها ويقلل فكره الاندفاعيه اللي بتبقى عند الطفل. خليه يتحمل المسؤوليه. لازم طفلك يتحمل المسؤوليه من سن صغير، وتديله مهام مناسبه لسنه. يعني من سن صغير، من بعد سنتين تبدا تدخل للطفل بعض المهام اليوميه اللي يقدر يعملها، بدايه من ترتيب سريره، انه يشيل اللعب بتاعته، انه يحط الاقلام بتاعته وشنطته ويرتبها، انه يبدا يلبس هدومه لوحده. يعني ننوع في الانشطه المنزليه اللي بتخلي الطفل يشتغل حركيا وفي نفس الوقت تكون مناسبه لسنه. يعني ما نعملش انشطه يعني تكون صعبه على الطفل عشان الطفل ما يحبطش. لو وصلت للجزء ده فاكيد انت مهتمه جدا، كملي الفيديو للاخر عشان تعرفي كافه التفاصيل. نبدا نجيب للطفل العاب بتحتاج تركيز، زي البازل، زي المكعبات، العاب الفك والتركيب، العاب زي لوحه الدبابيس. اي لعبه فيها تركيز او وقت الطفل يبدا يحط طاقته فيه او يركز لمده زمنيه فيه، الطفل هيحب كده جدا. مع العلم انه في الاول هيبقى الموضوع صعب عليه انه يقعد فتره زمنيه، لكن مع التكرار وان انا اقعد العب معاه واحاول معاه ان انا يعني اشاركه في اللعبه، هو هيهتم. وتباعا لازم اجدد له في اللعب، يعني ما تبقاش لعبه واحده، تبقى ثابته معاه. قبل اي نشاط هادي لازم يكون في حركه. اربط النشاط الهادي قبله في حركه. يعني ايه؟ يعني لو هو هيذاكر لازم 5 دقايق قبل المذاكره يعمل حاجه حركيه، يلعب لعبه حركيه، يتحرك، يجري، يتنطط. المهم ان يبقى فيه تفريغ طاقه ولو بسيط قبل بدايه اي نشاط هادي، زي المذاكره، زي انه يقعد او يتفرج على حاجه او يبقى قاعد ثابت في مكانه. لازم انا اوظف الطاقه بتاعته واهديه قبلها بشويه. يعني اخلي المده الزمنيه قبل بدايه النشاط الهادي يكون في مده زمنيه فيها حركه. اعمل قوانين واضحه وبسيطه، ومش 1000 قانون، هم 3 4 قوانين ثابتين في البيت، مطلوب منك انك تنفذهم مع الطفل. يعني الطفل يبقى عارف ان انت بتنفذ معاه القوانين الصارمه اللي مفيش فيها تراجع، الطفل هينفذها. اما لو انت بتقول كلام وبتقول 1000 قانون وكل شوية بتقول نفس الكلام وما بتنفذوش، الطفل هيعرف ان قوانينك دي مش قوانين صارمة. دايما ادي اوبشن للطفل، اختيارات قدام الطفل. يعني تحب تقعد هنا ولا تقعد هنا، تاخد اللعبة دي ولا اللعبة دي، تحب تركب دي الأول ولا تركب دي الأول، تحب تعمل دي ولا دي. طول الوقت حط الطفل في اختيار، لأنه بيحس إن هو القائد، هو اللي مختار الحاجة. فكرة انك تجبره على حاجة مع الاطفال الحركيين او الاطفال الاشقية دي حاجة بتكون صعبة جدا. علمه وانتظر ويقعد في مكان ثابت بالتدريج. يعني ابدأ بدقيقة، ثم دقيقتين، ثم 5 دقايق، ثم 10 دقايق، ثم ربع ساعة. ممكن تدخله العاب بتحتاج ان هو ينتظر، زي الالعاب الجماعية اللي فيها ادوار. يعني تستنى دور زميلك لحد ما يخلص، ثم بعد كده بتاخد دورك. تبدأ توقفه او تقعده في مكان ويلتزم بالمكان ده لمدة زمنية. الفكرة في التدرج، يعني ما تحطش ليفل عالي مره واحده عشان الطفل تقدر تشتغل معاه وتنفذ الاهداف واحده ورا التانيه. اربط دايما السلوكيات الصحيحه بالمدح الفوري. دايما اديله معزز فوري. يعني اول ما يعمل حاجه صح اديله معزز فوري، بمعنى يعني امدحه، برافو عليك، شاطر، بطل. يعني اديله المساحه الكافيه انه يبقى مبسوط جدا انه عمل حاجه صح. تجنبي الصراخ والصويت والزعيق، لان كل الكلام ده ما بياكلش معاهم. صريخ وصوت عالي بيساوي اندفاع عند الطفل وتعلم نفس الصريخ. يعني اللي انت بتصرخيه او انت بتزعقيه او اللي انت بتقوليه بصوت عالي، هو هيعمله اضعاف من ده. لازم نتقبل اطفالنا وشقاوتهم. يعني ما يبقاش احنا حاسين طول الوقت بالازمه ان طفل شقي او طاقته مفرطه او عنده اندفاع. لازم الطفل يحس بالقبول من بيئته ومن اسرته نفسها. لو هو حاسس ان هو تقيل على الكل، دي حاجه مش لطيفه وبتوصل الاحساس ده للطفل وبيبقى حاسس ان هو منبوذ. لازم تعرفي ان طفلك الشقي مش طفل وحش، هو طفل محتاج بس يوظف طاقته بشكل صحيح. يعني مش كل الاطفال اللي عندهم فرط حركه او اطفال اشقياء عندهم مشاكل قويه، احنا محتاجين نعرف نتعامل معاهم ازاي. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك على الفيديو وتابعنا على الصفحه، وقول لي في التعليقات على اكتر تصرف غريب عمله طفلك من خلال الشقاوه بتاعته. ولو محتاجين فيديوهات شبه كده كتير قولوا لي في التعليقات، واشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم. كان معاكم احمد جمال، سلام.